أهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة لقبوه بالطبيب المعجزة. طبيب جراح عراقي أمضى أكثر من 7 أشهر متطوعا بين مستشفيات غزة. في الربع الأول من عام 2024 انتقل الطبيب العراقي محمد طاهر ضمن وفد طبي تابع لمؤسسة فجر ساينتيفيك لتقديم الرعاية الصحية في القطاع، إذ أجرى أكثر من 800 عملية جراحية معقدة وعالج أكثر من 2600 مصاب. ورغم انتهاء مدة مهمته ورغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي لمغادرة المستشفيات، إلا أن الطبيب محمد طاهر رفض مغادرة القطاع وبقي حتى وقف إطلاق النار. ينضم إلي في الاستوديو الطبيب العراقي الدكتور محمد طاهر الذي كان في غزة لأكثر من 7 أشهر. دكتور محمد، أهلا بك معنا على قناة المشهد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني طبيب يعيش في بريطانيا، ولد في بريطانيا، قرر أن يذهب إلى غزة وسط الحرب. يعني بنتحدث عن وضع خطير، قصف، قتل، تدمير. بداية شو اللي خلاك دكتور أنه تتخذ هذه المغامرة اللي تعد مغامرة وتذهب إلى غزة بالرغم من كل المخاطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا جزيلا على ضيافتكم. أنا بصراحة كنت بذاك الوقت كنت في البرازيل. كنت أمارس مهنتي مع أفضل جراح أعصاب طرفية في العالم. هي كانت نيتي أنا أكون أفضل جراح أعصاب طرفية في العالم، ولكن من رغم الحياة هناك في البرازيل وجمال البرازيل والحياة هذيك، أنا كنت زيكم يعني أتفرج على الهاتف الموبايل وأطلع على المشاهد البشعة من قتل الأطفال والنساء ومن دمار يعني غزة. ما قدرتش، يعني قامت وصلت لدرجة أنه أنا كنت أخير نفسي، أقول يعني ده مش أنا مين. فالحمد لله أنا كنت ذاك الوقت يعني جراح عندي قابلية وعندي أقدر أفيد العالم. فأخذت القرار خلاص، بعد أنا ما أقدر أكون واحد من الناس اللي بس يقدر يتفرج على على المشهد وما يتحرك وما طيب يعني. الدخول لغزة يعني صعب. إذا بتحكي لي كيف الإجراءات بدأت، تمام. من ساعدك في الدخول إلى غزة، كيف كان الدخول أنا ومتى يعني أول دخول كان؟ أنا أول دخول كان آخر شهر الرابع من السنة اللي فاتت. ودخلت مع مؤسسة فجر ساينتيفيك. من وقت اللي أنا سويت يعني هي الابليكيشن تبعي للوقت اللي هم قبله، أنا صار عندي فرصة أن أدخل هي بعضة أسابيع بس. يعني مشت بسريعة، كانت هي ميسرة. أنا لحد الآن أنا أول مرة احنا دخلنا من باب رفح، ذاك الوقت كان مفتوح رفح، فأنا كنا عندنا الحاجز المصري الفلسطيني. أيوة. وأنا ما متخيل أنه راح أدخل وأشوف شعار الدولة الفلسطينية. يا سلام. أنا عقلي، أنا سألت هذا الرجال الواقف، هو فلسطيني؟ قلت له أنت فلسطيني؟ قال لي آه. قلت له أنا في فلسطين الآن؟ قال لي آه. قلت له يا الله، كان حلم، ولكن للأسف جاء في أوضاع حرب. هو كان ذاك الوقت رفح يعني لسه يعني فيها أمان نوعا ما، يعني ما اقتحموها. كان هو هذا الخط الأحمر تبع بايدن طبعا، لا تتذكروا هذا صح. الخط إنه ممنوع اجتياح رفح. خيالي تبعه طبعا. لكن احنا لما دخلنا يعني كان عندي خبر انه ممكن يكون اجتياح، فكان الناس بيحذروني ما تدخلش الآن، يعني يمكن في خطورة عليك. لكن احنا ماشيين في عقيدة بذاك الوقت. فدخلنا، ولما دخلنا سكر باب رفح وقام يضربون برفح، وقمنا نشوف بذاك الوقت انفتحت علينا عيوننا في الحرب، شفنا ما هي الحرب بحقيقتها. طيب دخلت إلى غزة الآن، كيف بدأت مباشرة مهامك الطبية؟ لأنه بحسب ما كنا نعلم المناظر بحد ذاتها كانت صادمة، يعني اللي بيشوف على الجوال مش مثل اللي بيشوف بعينه، فما بالك طبيب كان يشوف الطفل اللي ذراعه مقطوعة، اللي ساقه مبتورة، اللي راسه مقطوع. احكي لنا عن هاي التفاصيل. والله أنا لما دخلت لغزة أول مرة، دخلنا على مستشفى شهداء الأقصى، العفو، المستشفى الأوروبي. أنا كنت مجهز عيادة خارجية من برا، فأنا بالجلسة الاستقبال
أنا استأذنت من الجماعة، قلت لهم عن إذنكم أنا عندي عيادة خارجية. رحت على العيادة الخارجية وشفت المرضى وجهزت المرضى عمليات ثاني يوم مباشرة. فإحنا قلنا نشتغل بالإصابات في الأعصاب الطرفية يعني اللي كان اختصاص معدوم، لكن لما دخلنا وصار اجتياح رفح تغيرت السالفة، صار أوضاع صعبة جدا. شفنا قام يجونا للاستقبال إصابات يعني ما توصف. أول مرة أنا يعني صارت عندي صدمة، كنت في الاستقبال جابوا واحد مستهدف مغطينا بحرام. أجل هذا المريض أنا فتحت الحرام كشفته وشفت أنه راسه ما موجود، يعني راسه متفلش شهيد. هذه صارت عندي يعني أنا دا أشوف أطلع على هذا الإنسان بقول يا الله، هذه نفس المشاهد كنا أشوفها بالجوال في الهاتف أمام أعيني الآن. يعني أنا صارت عندي رد فعل هكذا، يعني صار عندي فريز. وبعدين أنا يعني صرخت حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. فهذا المشهد هذا كان أول مشهد الصحافة سووا لي. بعدين أنا حسيت يا الله أنا داخل فعلا في حرب وفي قتل وفي يعني كنا في المبنى، كان المبنى يهتز، كانت يعني نشوف الضرب القصف يعني فعلا كله عشته، يعني كل اللي عاشوه أهل غزة عشته. بهذه أول أسبوعين ونص. بعدين صار خروجنا من غزة، أنا في السيارة طلعنا من كرم أبو سالم، كنا أول ناس نطلع كرم، قدمت على المهمة الثانية. لأن أنا يعني بالعافية طلعوني، أنا ما كان أريد أطلع. أو أسرع وقت رجعت لغزة. كانت مؤسسة فجر ساينتفك يعني تسهل بعض الأمور اللازم الطبية أو كيف؟ هي مؤسسة طبية كانت تعمل في غزة قبل الحرب، وبعدين صار الحرب صارت عندها مهمات، أول وحدة وبعدين أنا دخلت على الثانية. وهم كانوا يعني طبعا اكو في صعوبات، هي بالاخير صار عليها يعني الاسرائيليين سووا علينا حذر في الاخير، لان كنا نتكلم كثير ومش مش عاجبهم كلامنا احنا. لكن احنا من رغم ذلك كنا موجودين، انا كنت موجود لاخر الحرب. طبعا مش بس من ناحيه الطبيه، من ناحيه انسانيه، كنا نوزع طحين ونوزع مساعدات او ندخل مستهلكات طبيه وادوات طبيه. الحمد لله احنا توفقنا نقدر نساعد، نقدر يعني نفيد بهذا المجال. في فيديو انا اعتقد او اجزم بجوز حتى انه مين ما شافه دمع يعني وبكي. هذا الطفل اللي عمرها سنه اللي لم تجد وسيله لتعالجها الا ببتر ساقها، فانشهر الفيديو وانت كمان انت يعني هيك دمعت وبكيت وتحاول ان تخفف من ألمها. إذا بتحكي لنا عن هذا المقطع. هذه البنت اسمها زينة. هي أقل السنة كانت بذاك الوقت، يعني يمكن 9 شهور. أنا كنت في ذاك الليلة كان استهداف قوي، يعني كنت في شمال غزة الآن. تمام، يعني أنا اشتغلنا في جنوب وشمال غزة، هذاك الوقت كنت في شمال غزة. كانوا يقصفون المدارس يوميا، كانوا يجون أطفال يوميا. واحدة من الليالي أجانا خبر، واحد من طاقم التمريض أصدقائنا استهدفوا بيته، صار وصلتين. استشهد أبو أمين الله يرحمه. الفريق اللي حواليا انصدموا بيبكون، بس أجتي إصابات. أجتي عندنا مرة عمرها 20 سنة. يا عمي إذا كيف أوصف لك إصاباتها؟ من فوق لجوا، جسمها متدمر، أطرافها متدمرة، يعني نزيف من معدتها، نزيف من صدرها. دخلت أنا مع واحد جراح أردني ودخل في معدتها، أنا بشتغل في أطرافها، بحاول أضبطها أسرع وقت. بطلع على صديقي عامر التمريض بيبكي في العملية. قلت له عامر عندنا مريض الآن، ركز، بعدين نعيط سوا. كملنا العملية هذه. أنا بعدين قالوا لك بنت راحت المستشفى المعمداني، هناك شافوا دكتور استقبال، دكتور معتز، قالوا بدوها على الخدمة العامة. كنت في الخدمة العامة.
دكتور محمد طاهر إذا في حدا يقدر ينقذ طرفه هو هذا، دزوها عليه، جابوها لكن كانت شوي متأخرة، دخلنا عليها طرفها كانت تقريبا 90% مبتور والعظم متفتفت. يعني بس أنا شفتها بنت صغيرة 8 شهور، قلت يعني حاولنا نركب الطرف ونصلح الشرايين والأوتار ودخل. هي أمانة كانت إصابة في معدتها، جراح أمانة أردني واحد جراح أطفال اشتغل في معدتها، وكانت عندها جروح على وجهها يعني زي مذبوحة من وريد إلى الوريد، طفلة بريئة رضيعة. فأنا شغال فيها وحاول كملنا العملية وقلنا يا الله. سمعت أنه شو المرأة اللي عمرها 20 سنة قبلها استشهدت، ومين هذه؟ أمها. يا الله، يعني عالجت الأم والطفلة مش وأنت مش عارف إنه هذه الطفلة اللي بترت ساقها مش عارف بنت المرأة اللي كنت تعالجها. أنا لحد الآن مش باتر رجلها، حاولت أرجعها، لكن المرأة أنا سمعنا الخبر أنه، فأنا هسه الآن عندي بنت إصابة عميقة في رجليها عليها يعني خطورة أنه ممكن تنبتر. رحت لها القسم ثاني يوم، الآن هي يتيمة، لا أم ولا أب ولا أخ، يتيمة. حاولنا شفناها ثاني يوم، كنا شفنا الرجل ماتت الرجل. فرجعنا لغرفة العمليات وهي زي ما شفتوا ما تبكيش، ما طلع في الغرفة، وأنا جلست بجانبها بمسح على رأسها، يتيمة، بعزيها وبعتذر منها لأنه ما قدرناش ننقذ رجليها. الحمد لله فنجرنا رجليها. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني خلتنا ندمع معك في واقع الحال لأنه المقطع مؤثر. طيب أنت في يعني لما كنت تنظر إلى هذه الطفلة، فصلت ما بين أنك طبيب وما بين هذه المشاعر الإنسانية أو لا يمكن أصلا؟ كان صعب جدا، لذلك أنا أخذت وقتي، طولت معها. أنتوا شفتوا بس مقطع، أنا طولت معها، بمسح على راسها وبعتذر منها وأترحم على أهلها وأدعي لها بالشفاء وأدعي لها للمستقبل، وأقول يا الله اللهم شافيها واشفي صدرها. وبعدين شوية ضبطت أعصابي وقلت للفريق يلا جهزوا روحكم. ما تكلمتش، عملت العملية خلصت. وهناك الطرف ينبتر يخلوه بكرتونة يقدموه للأهل. فخلت الطرف كرتونة وعطيتها لعماتها، قلت لهم يعني عظم الله أجركم. هم قاموا يبكون وأنا انقهرت عليهم طبعا. يعني مشاعر، يعني كيف أقول لك، يعني هي كان حزن من بداية لآخرتها. يعني اللي شفناه في غزة يعني صعب وصفه. وانتوا لما واحد يشوف يعني بالجوال وبالهاتف منظر، يعيش اللحظات يعني دقيقة يمكن أكثر. احنا هناك بنطلع بعيون المريض، بنطلع بعيون أقاربه، بنسمع الصراخ، بنحس في الألم، بنشوف المعاناة من بعد هذه. يعني مثلا هذا عنده جرح عميق بيعاني فترة طويلة، يوميا غيران يصير التهاب، بيتعذب، ما فيش مسكنات قوية. يعني أنا في مستشفى الشهداء الأقصى كان 3 غرف لغيران المرضى. يا عمي هذا اللي يعيش عنده جروح عميقة، إذا ما يصير غيران الجروح يوميا يصير التهاب، ومن رغم ذلك يصير التهاب، يصرخون هم في الأقسام، يصرخون، يعني كأنه فيلم رعب فعلا. طب في كمان يعني حادثة حصلت لدرجة إنه البعض لقبك الطبيب المعجزة، اللي هو عندما عرفت إنه في فتاة بترت ذراعها وقلت ابحثوا عن الذراع وزرعته. صحيح. لكن أفاجأ إنه فيما بعد بتر مرة أخرى. إذا بتحكي لنا عن هذا الموضوع. يعني آسف أنا إنه عم بحكيك بما يعني جعلتك تدمع مرة أخرى يعني، بس لابد من وصف هذه الحالات. أنا مش بس جراح
ولا إن شاء الله بس إنساني، أنا شاهد على ما حصل. واجب علي أن أتكلم وأوصل لكم الرسالة، هذا واجب علي. أنا قضية مريم سبحان الله، فعلا أجدت يوم من الأيام كان في قصف شديد الآن أنا في مستشفى الشهداء الأقصى في الوسطى. كان قبل المفاوضات على وقف إطلاق النار، فكانوا يضربون يعني ضربات قوية جدا، يعني حتى لدرجة أنه كان يعني زملائي بيقولون عمي هذا بيذكرنا ببداية الحرب. كان قصف شديد. أنا سمعتك وبنت مبتورة اليد. واحد من الطاقم من الدكاترة العظام قال له لي، قلت له تمام وين الطرف؟ قال لهم ما أعرفش. قلت هينا نروح. رحت للاستقبال، شفت بنت بتعاني من أوجاع في معدتها شديدة هيك ومبتورة اليد، بباوع عليها شوفها زي القمر. قول يا الله ايش اللي حصل؟ قال لها استهداف في البيت ومبترت ايديها. تكلمت مع الوالد، قلت له وين الطرف؟ قال لي يمكن في المكان. قلت له ممكن واحد يروح يجيب لي اياه؟ استغرب. قلت له لا عن جد روح واحد يجيب لي اياه. طلع على قرايبه، ذاك راح في نص الليل مجازفه طبعا. راح ولقى طرف. أنا بذا الوقت هذا أنا قلت لهم حضروها لغرفة العمليات، هي جاهزة، أقل شيء نسوي لها غيران. هم بالعمليات جهزوا، جابوا الطرف كيس أسود، طلعته وكان الجو ساقع يعني حمى عن الطرف نوعا ما. باوعت شرحت منه شوية، قلت هذا مهيئ للرجوع. والله رجعنا. كانت أول مرة في تاريخ فلسطين أنه ترجع طرف زي هذا في العالم. في تاريخها، مش بس بالحرب. والله احنا كنا ماشيين يعني الأد هذه والأد هذه نفس اللون، كانت فعلا معجزة. لكن هناك الإصابات، يعني أنت بعد كذا يوم يقوم تدخل التهابات، يقوم يدخل مشاكل. كامل قمنا ندخل مشاكل، صار عندها رد فعل من العلاج. هذا أنت لما ترجع طرف أو تصلح شريان لازم تعطي مخفف دم، هذا قام مسبب لها مشكلة. مسح عندها ما يسمى البليتلتس، هذا النوع من انواع في الدم، كرات في الدم يخلي الجروح تسكر. مسحا صار نزيف من كل جسمها. وانت ما تنساش كان عندها جرح عميق جدا في المعده، ما اقدرش اوصف لك اياها من باب خصوصيه البنت. صح. لكن عميق جدا. صار نزيف من كل مكان. يعني خفنا البنت راح تموت، وقفنا هذا مخفف الدم واعطينا علاج يعني ينشط الضغط، هذا يضرب الايد بس. لكن من رغم هذه الايد كانت كويسه كويسه كويسه، احنا كنا ماشيين اكثر من اسبوعين، لكن لانه اصاباتها في المعده كانت شديده وما كان متعالج، راحت انقلت الى مستشفى ثاني بعيده عني، صار مضاعفات مثل الوليد. طب كيف كنتوا تقدموا كل هاي الخدمات الطبيه والعمليات في اطار شح الامكانات؟ يعني سمعنا قصص انه بعض الاطباء اضطروا انه يجروا عمليات في عدم وجود حتى التخدير. هذا كان اكثر شيء في اول نصف الحرب. مستشفى الشفاء، اذا تتكلمون مع اهل مستشفى الشفاء يا عمي يا الله ايش شافوا من مجازر في مستشفى الشفاء لما صار اقتحام مستشفى الشفاء مرتين. صح. كانوا يسوون ثلاث جرحى او 4 جرحى بنفس غرفه العمليات. غيران الجرحى في الممرات بدون بنج، بيصرخون الناس. اللي يموت يعوفونه 3 أيام، ياخذون يستأذنون من الجيش الصهيوني، تعال ممكن نروح ندفن هذا، يخلوا كل 3 أيام يروحوا يدفنون كمية من الشهداء. إذا هذا قصة مستشفى الشفاء لازم ينعمل منها يعني فيلم وثائقي، لأن هذا بحقه هذا يعني. طب هون بدي أسألك دكتور، إنه كانت إسرائيل تتذرع هي وتقصف المستشفيات بشكل متعمد، إنه تحولت إلى أماكن للسلاح ولتكنات عسكرية. أنتوا أطباء، وأنا سمعت حتى من أطباء غير عرب يعني أجانب غربيين كلهم قالوا هذه أكاذيب. طبعا كاذيب. انت شفت بعينك اذا والله العظيم وحق لا اله الا الله ما شفنا سلاح ولا شفنا انفاق ولا شفنا زي هذا اي حاجه زي هذه، كلها كذب. انا مشيت في مستشفى الشفاء من بعد اقتحامه ومن بعد تفجيره وتدميره، وحرقوك ايضا ودمروا الالات الطبيه الممكن يعني تستخدم من بعد هذا، يعني جهاز سونار، جهاز ضغط، جهاز اي حاجه بالرصاص مفلشينه.
انت عملت يعني تقريبا 1100 عمليه، منهم 800 عمليه معقده. عمليات، لما نتحدث عن عمليات معقده في ظرف معقد يعني حرب، هذه كيف أليست يعني معجزات طبيه حقيقه؟ هو بركة من رب العالمين أنه إحنا قدرنا. طبعا أنا لازم يعني أقول لك أنا شغال مع فريقي مش لوحالي. عندي فريق الخاص فيا طبي، أنا دربتهم من طلاب طب ودكاترة من أهل غزة، والتمريض من مستشفيات فريق التمريض والتخدير، والجراحين الأخرى. يعني عندنا مرات مثلا أنا دخلت جراح عظام وصدمات وأعصاب طرفية، أنا طلعت جراح حرب. كيف؟ الجراحين تبع الأوعية هم دربوني، هم علموني كيف أسوي الفاسكولار سيرجري، فأنا طلعت أعمل فاسكولار كمان. هم اللي علموني. هذول كلهم لازم واحد يستحضرهم في الكلام. وأيضا فريق اللوجيستكس، يعني كل هذا يعني جهد فريق كامل مش لحالي. هذا أول شيء. فعلا كان صعب، لكن هذا بركة من رب العالمين. الله وفقنا لأنه احنا كانت إن شاء الله يا رب نيتنا صافية، ونحن دائما بس لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، نحن بس نخاف من ربنا بس. طب صراحة بدي انت الوقت، بس عندي كثير أسئلة بس بدي أحاول على السريع أجي عليها. تفضل. شعورك لما أعلن وقف إطلاق النار وحملوك أهل غزة على هالأكتاف وكأنه زفة عريس، خليني أقول، شو كان شعورك هيك بعجالة؟ خليني أجي على سؤال آخر. كان يوم جميل، يعني فيها سعادة وفيها حزن. يعني احنا فرحانين صار وقف اطلاق النار، يعني اللي راح يموتون بكره انقذناهم، لكن هذا لا يعوض عن ما راح وما خسروا اهل غزه من شهداء ودمار. وهذا احنا دخلنا على الساحه، بنروح نشوف في ساحه مستشفى شهداء الاقصى، بنحس الاجواء، بنشوف الناس فرحانه. على غفله واحد شالني وقام يصفقوا لي: ابو جاسم بنحبك ابو جاسم. والله كانت اجواء جميله وكانوا يشكروا مني. طب رئيس الوزراء العراقي يعني محمد شيع السوداني اتصل فيك وشكرك وكرمك ولك زياره الى العراق. صحيح. تحكي لنا عن هذه النقطه اذا سمحت. هو لقبني بسفير الانسانيه. انا راح اروح ان شاء الله التقي بسيد رئيس الوزراء، لكن مش لانه انا اريد منهم شكر ولا جزاء ولا اريد ادراع ولا ما شابه ذلك. انا رايح فقط انا اريد دعم من الدوله العراقيه، وهي دوله شقيقه لفلسطين. صحيح. وتاريخنا عميق جدا لبناء مستشفى من جديد. يعني في القطاع في مستشفى التركي ومستشفى الاندونيسي لماذا ليس فيه مستشفى العراقي؟ فهذا نيتي أول شيء. وثاني شيء أنه هناك أريد كلامي أو رسالتي لأهل العراق الوحدة. لازم نتحد كشعب. احنا مرينا بصعوبات صح من طائفية وما شابه ذلك، لازم نتجاوز هذه المشكلة ولازم نتحد، لأنه لما احنا نتحد مع أخواننا العرب والمسلمين يعني يكون أقوياء إن شاء الله. طيب بعجالة أيضا قصة أنه والدتك ما عرفت أنك بغزة إلا لما شافت فيديو على الأخبار؟ صحيح. أنا لما رحت لغزة أول مرة ما كانت تدري. قلت لها أنا رايح لمصر، مش كذب لأنه أنا فعلا رحت صح. لمصر ومن رفح، بس مش كانت دارية أنه لأن هي تقلق كثير، يعني هي نوعها طبيعتها تقلق. لكن لما أنا سولفت لك هذا المنظر، لما أنا فتحت الإحرام وشفت هذا الشهيد وصرخت حسبي الله ونعم الوكيل، هذا افتر هذا الفيديو. رجع الأصدقاء الأهل هذا بعثوها للوالدة، والوالدة تكلمت مع أخويا قالت لي محمد في غزة. فسببت لنا شوية مشاكل. لعبت دور كمان الآن في تغيير بعض الرأي العام الغربي أنت؟ أنه بسمع من الناس في الغرب أنه احنا حملنا نوعا ما من رسالة لهم وراويناهم حقيقة الوضع هناك. فإذا نقدر ندفع القضية بهذا الحمد لله. لكن أنا بصراحة أنا رأيي أنه يعني سبحان الله اللي يعني هو إذا عقله مسكر بعد مش عاوز يشوف الحقيقة، لو مهما كان ما حيشوفها. فإحنا أفضل شيء بدل ما ندور على محبة الغرب، لا بنصلح شأننا
في بيتنا في دولنا. هذه هي أنا رأيي أنه احنا نتحد ونكون أقوياء أكثر، وبعدين ذلك نقدر نضد هذا. أخيرا، بدك تروح مرة ثانية على غزة؟ طبعا. يا رب الله ما وفقنا. يعني يا دكتور والله الكلمات تعجز عن الشكر لكل يعني الفرق الطبية الإنسانية الإغاثية من كل الجنسيات من كل أحرار العالم. شكرا لك والله يوفقك في مسيرتك الإنسانية الطبية. شكرا يا دكتور. شكرا جزيلا. إذا كان هذا لقاء خاصا مع الطبيب العراقي الجراح دكتور محمد طاهر الذي كان في غزة لأكثر من 7 أشهر. شكرا لكم على المتابعة. تحياتي.